ميراندا طولت يا شيكا، شيكا لو عدى رايح هو الجون، يحطها تحت رجله وسقوط. وهنشوف مدي ايه، مدي ضربة جزاء، اعتبر شيكابالا على الخط. هنشوف الاعادة، الخط داخل منطقة الجزاء، الاعادة هتفصل، لو على الخط خلاص يبقى ضربة جزاء. هنشوف لعيبة بتعترض، بقول لحضراتكم واخدينها جد، لا 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 مش مباراة ودية. ها يعني فيها، انا بقول بره، لكن سمير عثمان مع وقعة شيكابالا. هنشوف من هنا، شوف امشي انا بقول البداية بره، لكن مع وقعة شيكابالا جوه، سمير عثمان جاي صفر على طول بضربة جزاء لصالح الزمالك. وبيني وبينكم هي كانت فرصة مؤكدة للزمالك بعد ما اتردت من ميراندا وانطلق. خلاص اللعيبة هتمتثل، حسن شحاتة بياخد نفسه لانه حس ان دي تقرب، سابوها لميدو عشان يتصدى وسجل ضربة جزاء في مباراة المحلة. ما ننساش احمد حسام ميدو، وذكريات اسبانية كثيرة مع سالتا فيجو، كان عامل ثنائي هو والكسندر موستوفوي نجم الروسي الكبير الحقيقة مع سالتا فيجو، ونجحوا ان هم يبقوه في الدوري. الليزر يا ريت بلاش يا جماعة، نادينا كتير بلاش الليزر. ميدو لسه بينتظر الاذن، جمهور بيقول ميدو، الجمهور العظيم اللي بيتفاعل. احمد حسام جول للزمالك. احمد حسام يعود ميدو بنادي الزمالك من ضربة الجزاء، ويستعيد ذكريات النجومية، ذكريات التألق، ذكريات الفرق والملاعب الأوروبية، وهو يواجه أتلتيكو مدريد ويقود مدرسة الفن والهندسة بهدف يعيد الزمالك للصورة مرة تانية. لعبها بقوة، اسينخو راح معاها الحقيقة، ما كانش محظوظ لأنه راح معاها. بص حضراتكم اهي، ده يمكن لمست الجوانتي كمان وداخل الشباك، وتصبح النتيجة 2 أتلتيكو مدريد و1 نادي الزمالك. الهدف ده